ايه رأيكم لو قلت لكم ان عملت استيك الايس كريم من غير قوالب ولا كوبايات وبثلاث مكونات من البيت، وبمكوناتي وطريقتي الحصرية، طريقة الشيف سيلا، وبطريقة اول مرة تشوفوها على كل المواقع. سهل واقتصادي وطعمه يجنن، ينافس اكبر المحلات. بس يا ريت لو عجبكم الفيديو لايك وشير والاشتراك في قناتي باليوتيوب، قناة الشيف سيلا. اول حاجة هعملها الحليب المكثف بس بدون سكر علشان اقدر اتحكم في طعم الايس كريم. ضفت كوباية من الحليب البودر، عليها نص كوباية مية باردة، قلبت كويس ودوبت 50 جرام زبدة، ضفتها للحليب وخفقت كويس. ده قوام الحليب ولسه كمان هيتقل لما يبرد. غطيته وحفظته في التلاجة. وفي حلة ضفت كوباية ونص من الحليب كامل الدسم البارد، ضفت عليه معلقة كبيرة من الكاستر ورفعته على نار هادية وقلبت. أول ما بدأ يدفى شوية دوبت معلقة كبيرة من النشا في معلقتين كبار من المية الباردة، ضفته على الحليب قلبته لحد ما بدأ يتقل. ضفت له معلقتين كبار من وش الحليب وممكن قشطة حسب المتاح. قلبته ورفعته من على النار ونقلته في بولة تانية. غطيته بكلينج فيلم أو كيس علشان ما يعملش وش. حفظته بالتلاجة. وفي بولة تانية ضفت 2 باكت كريم شانتيه، ضفت عليهم تلت كوباية من المية المتلجة، ولأن الكريم شانتيه فيه سكر ما ضفتش سكر. خفقت كويس لحد ما اتضاعف حجمه وبقى كريمي. وده الحليب المكثف بعد ما برد. بصوا قوامه في منتهى الجمال. ضفته على الكريم شانتيه وخفقت. الكريمة بردت، شلت الكلينج فيلم وخفقتها كويس، ضفتها على الكريم شانتيه